السلام عليكم خواتاتي، واش راكم؟ ان شاء الله هاد لا فيديو لقاكم كاملين في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم خياتي هذا الطبق هذا اللوبيا مشطو في الفوغ بالبصل محمر، واش نقول لكم بالدجاج، يجي هايل. سورتو خياتي هذا الطبق هذا وحده اللي تخاف الكوزينه، تخاف تزيد المرقه. انا جبت لكم هذا الطبق هذا سورتو المبتدئات، مقادير مضبوطه، محال واش ديريه وما يخرج لكش، يعني يخرج لك كيما هذا الطبق سوا بنين يقولوا هذه وحده اللي حياتها كامل وهي في طياب. سورتو نقول لكم سورتو المبتدئات واللي يخافوا الكوزينه، شوفوا ديروا هذا الطبق هذا العائله تاعكم وتشوفوا واش راح يقولوا لكم. بنين تعرفوا ما شاء الله، وكما قلت لكم هايل، ويعني مقادير ما تزيدي ما تنقصي. حاجه الاولى خيالي تجيبوا الكيلو تاع اللوبيا مشطوب، نقيوه وغسلوه وديروه يغلي ابوبخي 20 مينوت، وصفيوه وخليوه. جيبي ان ريسيبيون تاعك، ديري فيه فنجان تاع الزيت، هكذا فنجان تاع لاتاي انا درت، وفنجان تاع الماء. هادو ما مش حنزيدوا الماء من بعد. دوكا ديروا عليه 6 فصوص تاع الثوم ولا 5. الوصفه هذه شوفوا فيها البصل وفيها الثوم، البنه تاعها هكذا. ديروا عليها خواتاتي مغرفه صغيره تاع القهوه تاع الملح، باسكو تشوفي اللوبيا ماجطو تشوفي هكذا كيلو تشوفيه زاكي، بصح كي تغلى وكي ديري الفوق يولي يا حبط ينقص الاخر تاعو. قلت لكم مغرفه تاع قهوه تاع الملح، ومغرفه تاع طوماطيش كونسيرف ما تعمريهاش، ولا ديريها ممسوحه، ولا مغرفه صغيره ديريها بيان بومبي. ما ديريش بزاف طوماطيش تاع لي بواط. هنايا لي زيبيس اللي هما الفلفل الكحل العكري، راس الحانوت، ودرت معاهم خياتي شويه تاع انايا الزعتره مرحيه والرند مرحي. ما عندكش ديري هكذا وريقه تاع رند ووريقه تاع زعتره، فوالا. باسكو راح نديرو في الكوشه، وهذاك الدجاج لازم يتحمر. درت عليه شويه هكذايا تاع المعدنوس، ونخلط كامل هذا الخليط كما راكم تشوفوا. دانوت خوتي عندك اطراف تاع الدجاج هكذا، وغسليهم خليهم هكذا وقطريهم. وعندك زوج حبيبات بصل، قطعي قشريه وقطعيه هكذاك طوال بالطول. وزوج حبيبات قلت لكم تاع البصل، وحبيبات تاع الطوماطيش قشريها وقطعيها هكذاك تبتيدي. والبصل قطعيه هكذايا شرائح هكذا بالطول، لازم يبان البصل، يجي هكذا يجي بنين. ما تديريش واسمو في الروبو ترحيه ولا في لاشوا. ديري هكذا دي غوندال وهكذا، ولا شرائح هكذا بالطول. وتجيبي هكذا دي موسو تاع الجلد. واش عندك افخاذ، عندك جناحتين، عندك لو بلون، انتي الحاجه اللي عندك ديريها. مور ما درنا البصل ودرنا الثوم، درنا هادو التوابل كامل هكذا في الغيسيبيون تاعنا. جيبي هكذاك لي مغسول تاع الدجاج وديريهم هكذا شويه هكذا في الخليط هذا هكذا. نديرو هكذا نخلطوه، وإلا كان عندك الوقت خليه يريح شويه في هاد الخلطه هذه شويه 10 دقائق ربع ساعه. وإلا ما عندكش الوقت وش عليه، ديريهم هكذا يشربوا شويه هذيك الدرسه هذيك. عاودي نحيهم هكذا في الطبسي وخليهم بعد ذيك نشبعوه فوق البلا اللي يدخل للفوق. فوالا انا درناه، ما دخلت فيه كامل الدرسه هذيك، ما هذاك البصل هذاك راهو طلق عليه كلش راهو فيه. دوكا خياتي نخليها هكذا دو كوتي ما بيد ما. دوكا نجيبو هذيك لوبيا ماشطو اللي قلت لكم غليناها وقطرناها هكذا. دوكا ديكا ابوبري 20 مينوت. ودوكا نديروه في هذا الخليط هذا، بصل طوماطيش الثوم، فيه كلش فيه المعدنوس، فيه الزعتره، فيه الرند، فيه فوالا كل حاجه لي زيبيس. هنا نخلطوا في هذاك الخليط كامل خياتي، نخلطوه يعني يدخل كامل يندمج البصل مع اللوبيا ماشطو مع الثوم، يعني كل حاجه تدخل مع بعضها، تمثل النسمه تاعها، تمد الريحه تاعها في اللوبيا ماشطو. دوكا مور ما نخلطوه هكذايا مليح خواتاتي كما راكم تشوفوا. شوفوا مقادير مضبوطه، هذيك فنجان تاع الزيت وفنجان تاع الماء ما تزيدي عليهم والو. شوفوا سورتو وحده اللي جامي طيبت هذا الطبق طيبيه بهذه الطريقه وردي لي بالخبر. نجيبوا هكذا الطبق اللي يدخل للفوخ، هي ديما درت له والو، لا مارغرين لا حتى حاجه، قباله هكذاك ناشف. نديروا عليه هاد الخلطه هذه اللي وجدناها، ونديروا فوقه هذاك الدجاج اللي وجدناه اللي درنا له لا ماريناد من قبيله كيما شفتوا. دوكا نحطوه نشبعوه من الفوق. فوالا ما كاش ما اسهل منه، ساهل يعني توجديه في وقفه، ما كاش ما اسهل منه. غير يكونوا عندك برك الحاجه يعني في الدار شويه دجاج وشويه لوبيا مشطو، وتكلي على ربي وديري لهم طبق هايل، يعني ينحي الحيره وميم طون يجي بنين خياتي.
فوالا هذاك لاصوص اللي بقات لنا هذيك طاحت من الدجاج ما ترميهاش. هنا خياتي تجيبي بابي كويسون، روحي شمخيه في العين هكذاك، شمخيه وعصريه، ديريه هو الاول فوق البلا تاعك، عاودي ديري فوقو بابي الومنيوم ودخليه للفوق، خليه في درجه حراره ديريه هكذاك من الفوق، ما ديريهش كامل يعني طبقه تحتانيه، وخليه يعني 160 هكذاك، ماشي ما تعليلوش كامل الفوق، خليه يطيب فيه غردو هكذا واحد ساعه، ساعه ونص هكذاك، طلي عليه. واش نقول لكم دوكا هكذايا تشوف طلي عليه هكذايا، تشوفي هكذاك بدا طاب كلش، طاب الدجاج، طاب يعني اللوبيا ماشطو كامل. هنا مازالت فيها لاصوص، واش ديري هاد الساعه، نحي هذاك البابي هذاك اللي درناه، بابي كويسون بابي الومنيوم، دوكا تعاودي ترجعيه، نطفيلو هذاك الفوغ اللي شعلتيه من التحت، دوكا تشعليه غير من الفوق يسمى يتحمر برك هذاك الدجاج ديالك. فوالا هنايا خياتي راهو يعني دا وقته في الطياب وطاب الزبده. فوالا هنايا مور ما خليته زدت تحمر لي غير هذاك الدجاج وشرب شويه هذيك لاصوص. هاوليك الطبق هنايا راهو واجد ما شاء الله. هنا تحبي ترافقيه هكذاك بشويه لي فخيت، اللي يحب يضيف البطاطا، انا ما نحبش ندخل هكذا البطاطا مع اللوبيا ماشطو، كل واحد حر يعني في دارو، مي دو بريفيرونس ديريه بهذه الطريقه يجي هايل. تحبي هكذا لما ما يشبعهمش هكذايا اللوبيا ماشطو، تقدري تضيفي لهم هكذا مقله تاع لي فخيت، تحطي لهم شويه لوبيا ماشطو، مورسو تاع الدجاج وشويه لي فخيت، وهما يعني ما شاء الله طبق كامل متكامل. شوفوا لاصوص كيفاش تجي، شوفوا اللوبيا كيفاش راهي طيبه، الزبده ما شاء الله، ولاصوص راهي خلاص راهي شربت، راهي عاقده، تخلو غير شويه هكذاك، غير كما يقولوا حاجه قليله قليله قليله. فوالا هذا هو راه الطبق، ما تدري عليه شويه معدنوس، تشبحيه هكذاك من الفوق وتسقي لهم كل واحد الطبق تاعو، كل واحد واش يحب، اللي يحب يدي غير الدجاج ولي فخيت، اللي يحب المهم من الدجاج هذا يجي فيه واحد لوغو واش نقول لكم ما شاء الله. هذا هو خياتي الطبق اللي خيرته لكم نهار اليوم، نتمنى تجربوه لعائلتكم ونتمنى يعجبكم خياتي. وإلا عجبكم خلوا لي في خانة التعليقات فضلا وليس امرا. هنا نوصل معكم خواتاتي الى نهايه هذا الفيديو هذا لهذه الوصفه هذه. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله نتلاقى في فيديو اخر باذن الله تعالى. من هذاك الوقت نخليكم على خير ودمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.